ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل شيش كباب، وهنعمل كمان لحمه مشويه. كل ده هنعمله من ايه؟ من العرق الفليتو. يعني حاجه تحفه قوي. يعني العرق الفليتو ده بيبقى حلو قوي في الشوي. معانا ايه بقى؟ معانا ميه بصل على ميه طماطم، وهننزلها بقى على اللحمه بتاعتنا. ومعانا فلفل اسود، ومعانا بهارات لحمه، وجوز الطيب مفروم، يعني جوز الطيب بودر. بس كده. هنحط بقى شويه من الفلفل الاسود. يعني التتبيله دي للحاجتين، لشيش الكباب وللحمه المشويه العاديه. هننزل بقى ايه؟ نقول ايه، معلقه كبيره من كل حاجه. وبهارات اللحمه حلوه برضو، بتخلي طعم حلو. وممكن برضو ايه يعني ما نحطهاش براحتنا خالص. يبقى فلفل اسود وجوز الطيب والملح بس كده. ولو هنعملها من بالليل ما نحطش الملح، لكن لو هنسيبها ساعه كده ولا حاجه يبقى هنحط الملح عليها عادي. احنا هنا ايه، هنسيبها ساعة ونبدأ نشتغل فيها. كده هنحط ايه، ملح بقى عليها. وما نحطش برضو ملح كتير عشان ايه، ما تبقاش حادقة قوي. ومية البصل ومية الطماطم، احنا بنبشر البصلة وبنحط عليها ملح ونحطها في مصفى بتنزل ايه، المية بتاعتها. والطماطم بقى بناخد طماطمية كده او اتنين، نضربهم في الخلاط ونصفيهم في المصفى، وناخد بقى المية بتاعتهم. بيعملوا طعم حلو قوي. وده الشيش كباب حاجة كده تحفة والله، برضو حلوة قوي، هتعجبكم. جربوها بجد حلوة قوي. ودي اللحمة، يعني العرق الفليتو مقطعين منه قطع مكعبات للشيش كباب. ومقطعين كمان للحمة المشوية. مقطعين ايه، حتت خفيفة كده شوية. بس مش خفيفة قوي برضو، يعني خفيفة كده ايه، سمكها يعني حلو ان هي تتشوى وتستوي برضو بسرعة، وبس ما تتحرقش. ومعانا بقى للشيش كباب معانا ايه بقى، فلفل الوان وبصل. هنحط عليه بقى نفس التوابل، ونسيبه يتبل شويه كده، وبعد كده ايه، نبدا نشتغل فيه. وهنحط ملح برضو مش كتير، يعني رشه ملح خفيفه كده. هنسيبهم بقى ساعه، ونرجع بقى ايه، نبدا نشوف هنعمل ايه. كده فاتت ساعه. هنعمل بقى معانا عصايات الشيش تاووك دي. هنبدا بقى ايه، نعمل بقى الشيش كباب. وممكن اصلا نعمل برضو الكباب كده، يعني ممكن نعمله نحم مشويه يعني عادي من غير ما نحطه ايه في الستيكس. هنحط بقى ايه، آه، فلفل وبصل، ومكعب من اللحمه. وممكن طماطم، لو حابين طماطم ممكن، بس يعني ايه، الطماطم هتطري الموضوع شويه، فمش هتبقى حلوه. واحنا حاطين اصلا بقى ايه، ميه طماطم فواخده الطعم يعني. ونحط بقى ايه بالتبادل كده يعني. ومعانا بقى ايه قطع برضو من الدهنه كده بتدي طعم حلو. ونحط الفلفل بقى. الشكل حتى تحفه قوي، الشكل حلو قوي، يعني يفتح كده النفس على الاكل. والفلفل الالوان بيبقى حلو ومفيد وطعمه حلو وشكله كمان حلو قوي. بصوا بقى، حتى هتلاقوا اللحمه برضو شكلها اتغير لما قعدت في التتبيله شويه. ممكن يعني تسيبوها اكتر من كده. بس لكن لو هتقعد يوم، يعني هنعملها من بالليل لتاني يوم هنبدا نشوي فيها، ما نحطش ايه، الملح. نحط الملح قبل ما يعني قبل الشوي بساعه كده. بصوا كده حلو قوي. دي اللي هو الستيكس الكبير شويه. يعني في ستيكس بتلاقوه صغير، مش كبير، لكن لا بصوا ده تحسوه ايه، كبير شويه. يعني احنا واحنا بنشتريه، نجيب اللي هو ايه، اللي هو كبير يعني، يبقى اطول يعني. هنحط بقى البصل بس، وهنعمل كله بنفس الطريقه. بس شكلها حلو ازاي. هنكمل برضو بنفس الطريقه. يعني براحتنا بقى، يعني الطريقه اللي احنا ايه، نرص بيها يعني نرص بيها الكباب والفلفل وكده، بأي طريقه احنا نحبها يعني. هنحط بقى فلفل احمر. بصوا تحفة وسهلة جدا، وتحسوا يعني شكلها حلو، والأطفال طبعا هيحبوها قوي يعني. والأطفال بيحبوا الحاجات الغريبة شوية والسهلة في الأكل يعني.
والتتبيله دي يعني التتبيله اللي هي اللي احنا عاملين فيها اللحمه مش هنرميها، احنا هنزود بيها شويه شويه كده ايه، والكباب بيتشوي. هتشوفوه دلوقتي برضو هتلاقوا طعمها حلو قوي برضو يعني لو ما تجربوها هتلاقوا الطعم حلو قوي. وممكن نحط معلقه عسل في التتبيله برضو هتدي طعم حلو وبتدي لمعه حلوه كده. برضو الخضار لما بيتبل بيبقى طعمه جميل قوي. بصوا الجمال، شكلها حلو قوي، ان الالوان مع بعض مع اللحمه شكلهم حلو قوي كده. بصوا شكلها حلو. كده خلصنا. هنبدا بقى ايه، نجيب دي اللحمه طبعا اللي هنشويها. هنجيب بقى جريلتين او واحده ونشوي، نخلص مثلا الكباب الاول او اللحمه الاول، نخلص حاجه وبعد كده ايه نشوي التانية. بس انا ايه هعمل في جريلتين، او ممكن قلايه عاديه والله خالص. وبرده نحط ايه معلقه زيت صغيره كده ونوزعها في الجريلا بس، وتسخن شويه ونبدا بقى ايه ننزل بقى بالحاجات الحلوه بقى اللي هتتشوي بتاعتنا. ودي فحميه بقى بنعملها على النار، انتوا شايفينها. يعني هنعمل فحميه عشان ايه، هنحط الفحميه دي في الاخر كده، هتشوفوها برضو هتعجبكم قوي. ولو الستيكس مش يعني مش هيكفي معانا في الجريل، نقطعه عادي نكسره كده بكل سهوله، يعني مفيش اي مشكله. بس وايدينا فيه بقى، يعني ايدينا ايه، نقلب كل شويه، نروح نبص كده عليها ونقلب، نجيبها على الناحيه دي على الناحيه دي عشان برضو ايه ما تتحرقش مننا. كده بقى الجريلا التانية هننزل بيها ايه باللحمه الحلوه بقى دي. بس احنا مقطعينها ايه، مش سميكه قوي مش خفيفه قوي، وعلى دايره العرق الفليتو، يعني مش بنقطعها كده ايه، نفس الدايره بتاعته، بتبقى حلوه قوي. ويعني الشوي بالعرق الفليتو بيبقى تحفه قوي، بتستوي بسرعه. يعني دايما كده ما نحب نشوي حاجه، اما نشوي لحمه يعني نختار اللحمه يعني الحته اللي هي ايه، من العرق الفليتو، تبقى حلوه قوي، ولا بتشد ولا حاجه، بتستوي بسهوله جدا. بس كده ايه حطيناها كلها كل اللحمه بقى، وهنسيبها بقى ايه ونقلب فيها، يعني ايدينا برضو ايه فيها كده، وكل شويه نبص عليها. بصوا بقى الشيش كباب برضو، يعني برضو ايه دخل في السوا اهو. باقي بقى التتبيله الحلوه دي بنزود بيها، واللحمه كمان، يعني اللحمه عملناها كده كل ما تقرب كده تنشف شويه، بس هي اللحمه استوت بسرعه جدا. لكن الشيش كباب بقى لان اللحمه متقطعه قطع، فبتلاقوها برضو بتاخد وقت شويه، بس مش وقت كبير، يعني هو كل الموضوع ما كملش 10 دقايق. بصوا تحفه قوي. ممكن نغطي شويه برضو، هتلاقوا اللحمه استوت اكتر وبقت طريه وحلوه. واللحمه كمان اللي هي المشويه برضو بصوا خلاص فاضل لها حاجه بسيطه هيستوي. بصوا كده هنطلعها، بصوا شكلها اتحمر بقى وبقت حلوه ازاي. بصوا جميله، واللون بتاعها حلو قوي، والتسويه بتاعتها تحفه بجد، يعني ولا بتشد ولا حاجه خالص. يعني احنا نقطعها مش تقيل قوي، هتلاقوها بقت حلوه. وفي مكانها بقى مكان اللحمه كده، في الجريلا في نفس الجريلا يعني هنشوي ايه بقى، طماطم وفلفل وبصل، تبقى حلوه قوي. والطماطم يعني ايه الطماطميه كده مقطعينها على 3، بتلاقوها بقى ايه بتتشوى كده بتبقى حلوه. والبصل نفس الكلام، يعني نقطعهم ايه تقيل شويه بس، ونقلب فيهم لحد ايه ما ياخدوا اللون اللي احنا حابينه وبس، ونطلعه. وكده الشيش كباب خلاص استوى، بس شكله تحفه قوي. يعني احنا برضو ايدنا ايه يعني كل شويه نبص عليه. كده خلصنا ومعانا الفحميه حطينا عليها زيت، ونقفل بسرعه جدا بقى بالايه بالفويل. هتلاقوا بقى ريحه الشوي بجد اللي هي كانه مشوي على الفحم، يعني كأن اللحمه دي مشويه على الفحم.
نقفل بقى ونسيبها لحد ما نيجي نقدمها بقى، يعني لحد ما نيجي نقدمها خلاص هناكل يعني. نشيل بقى الفويل ونشيل الفحمية، تبقى تحفة قوي. خلصنا المشويات التحفة دي من العرق الفيليتو، يعني حاجة كده تحفة قوي. والسوا يعني حتة اللحمة اللي بالعرق الفيليتو استوت بسرعة قوي، يعني ما كملتش 10 دقايق واستوت. بصوا كده الشوي بتاعها والسوا، بصوا استوت بسرعة ازاي وجميلة. والشيش كباب برضو يعني عملناه برضو من عرق الفيليتو، حاجة كده تحفة قوي. يعني هي دي حتة اللحمة دي بتستوي بسرعة، تبقى حلوة قوي للمشويات، يعني بأي طريقة شوي أو أي تتبيلة بتستوي بسرعة قوي. ايه رأيكم بقى في الحاجات الحلوة دي بقى؟ كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب مع مطبخ فايزة أحمد. مع السلامة.